بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المميز للأكل الصحي سعودي شيف. أهلا وسهلا فيكم. هنقدم لكم اليوم في رمضان أكل مميز وصحي وخفيف. معاكم الشيف فتون حلواني. أنا ياسر جاد، يسعدني اليوم أقدم لكم وجبة مميزة، عيش باللحم. وأنا حقدم لكم القطايف بحشوتها الخاصة، تفاح مع المكسرات. يلا نبدأ. يلا. طبعا طبخة اليوم اللي هي العيش باللحم، عيش باللحم بطريقة مختلفة، صحي وشهي ومقوي. طبعا أهم مكوناته اللي هي المكونات الجافة، دقيق حنستخدم 300 جرام دقيق حب، وطبعا اللحمة 200 أو 250 جرام، ونحتاج بصل حوالي 50 جرام، نحتاج خميرة حش حنستخدم منها حوالي 20 جرام، حنحتاج محلب حوالي 10 جرام، زومبا حنحتاج حوالي كمان 10 جرام، شمر طبعا حنحتاج ناعم ونحتاج بحباته، حنحتاج التوتال حوالي 30 جرام، وحبة سودا كمان حوالي 20 جرام، والسمسم للتزيين كمان 20 جرام، وحنحتاج بيضة للتلميع، وحنحتاج بيضة كمان للمكونات اللي هي داخل فيها الدقيق مع العجينة يعني. طبعا نحتاج نثرة ملح، وافضل نستخدم سكر كمان نثرة بسيطة من السكر البني. طبعا خميرة حوالي 5 جرام كفاية. طبعا انا افضل اول حاجه نعملها العجينه، لانه العجينه تاخذ وقت طويل. العيش باللحم يعني الميزه انه هو شيء بلدي وطعم يعني، بس ياخذ وقت طويل، نحتاج ساعتين عشان تخمر العجينه وتاخذ الشكل الممتاز، وبعدين نضيف لها الحشوه. فاحنا حنبدا باضافه المكونات الجافه اللي هي الدقيق، نضيف نثر من الملح، كمان نثر سكر، يمكن نحتاج شويه دبل الكميه عشان تساعد الخميره. نحتاج كميه الخميره اللي هي كامله 5 جرام. طبعا نخلطها كده مع بعض، نتاكد انه تجانست، وبعد كده نضيف الخليط للتوابل العطريه اللي يدخل في العيش الحب فيها، عندنا مشكل منها. بالاضافه نحتاج نضيف كميه من الكميات الكامله عشان تعطينا كمان نكهه ولون وتكمل في الطعم، حبه سوداء كمان. طبعا هذه كلها اتخلطت كويس. بعد كده نضيف السمنه كده احنا حصلنا على العجينه اللي احنا نحتاجها. طبعا انا افضل انه العجينه تنضرب بالشكل هذا عشان يدخل فيها كميه اكسجين. اول حاجه حنسويه، حناخد العجينه دي بعد ما سويناها حنغطيها ونحطها في مكان دافي عشان تاخذ لها حوالي ساعه ونص لين ما تبدا تتضاعف كميه العجينه عشان تدينا المحتوى اللي احنا نحتاجه. طبعا يكون عندنا وقت كفايه للان انه تكون العجينه تضاعفت حجمها واخذت ضعف الكميه، ملاحظين انه انتفخت واخذت ضعف الكميه. طبعا حنحتاج انه نفرد هذه العجينه بشكل بسيط جدا، نحط نص ملعقه زيت نباتي طبعا، هذه نص الملعقه كفايه بالشكل هذا. حنشيل العجينه بشكل بسيط بحيث انه ما تتفغص، ونفردها بهذه البساطه وما نضغط عليها، نخليها بالشكل هذا من دون ما نضغط عليها، كله عمليه تسويه بالاصابع، اصابع اليد. كده اصبحت الصينيه جاهزه بالانتفاخ هذا، هو هذا الشكل اللي احنا نبغاه في العيش باللحم. قاعده اساسيه نخليها على جنب كمان لمده نص ساعه عشان تبدا تاخذ الشكل ثاني وتزيد كميه الهواء فيها. في الوقت اللي حنستفيد منه قبل ما تتنفخ نحط نص ملعقه زيت ونبدا نحميها ونتاكد انه الزيت بدا يحمى عشان نسوي حشوه العيش باللحم. طبعا الحشوه بكل بساطه نحط فيها بصل، نطقطق اللحمه بالبلدي، وبعد كده اللحمه المفرومه، ولحمه نظيفه حمراء ما فيها دهن. طبعا احنا ما بنحط الا كميه بسيطه زيت، فنحاول نبعد الصينيه او القلايه او الطاوه شويه على النار عشان ما
تاخذ لون غامق وهي ما استوت. حنضيف شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه ملح. كده بدأت تخف المويه شويه شويه. وكده عندنا اصبحت بالشكل هذا الحشوه جاهزه انه احنا نضيفها. طبعا الخطوه الثالثه اللي حنعملها يهمنا نضيف للحمه هذه ماده اساسيه اللي هي الطحينه والكرات الناعم، مقطع بشكل ناعم مفروم بسيط كده. طبعا بعد ما فرمنا هنحتاج انه نحل الطحينه بشويه مويه، وهي عمليه سهله يعني، كميه بسيطه من المويه نضيفها وممكن نقلب الطحينه بالشكل هذا. طبعا الطحينه بدات تاخذ قوام، نضيف لها الخل الاسود عشان يعطيها طعم حادق. الخل طبعا يبدا يشد مع الطحينه. طبعا كده المكون الاساسي للحشوه اصبح جاهز، اللي هو اللحمه مع الطحينه بالخل والكرات المطحون. نبدا جاهزه. وطبعا انا افضل انه تتزين بحاجه بسيطه اللي هي الطماطم والفلفل. نحط 3 شرايح طماطم بشكل كده، والفلفل طبعا اللي يحب ياكل فلفل في البيت يلاقي هوايته فيه. باقي البيضه حبدا ادهنها كلها. طبعا البيض هذا بيعطي لمعه وبيمسك الحشوه مع بعض. السمسم اخر مكون في الزوايا في الاطراف، اطراف العجينه، يعطينا نكهه جدا حلوه، جدا طعم مميز، بالذات بعد ما يدخل الفرن وينخبز. اعتقد انه كده اصبحت جاهزه انه ندخلها الفرن. حتحتاج 160 180 على حوالي نص ساعه، ويمكن في 25 دقيقه لازم نحط عيننا عليها. نحتاج نبدا نسخن من اسفل وبعدين نقلب لفوق عشان تاخذ اللون الذهبي. ما شاء الله حلوه وحمراء، واللون الذهبي والسمك الحلو اللي احنا نبي نوصل له، سمك وقوام وتماسك من جميع النواحي. طبعا انا افضل دائما العيش باللحم ليه تقطيعه مميزه اللي هي بالارباع في الصينيه، وكده تكون طبق العيش باللحم بالقوام اللي احنا نبغاه الذهبي والسمك الممتاز. اتمنى لكم صحه وعافيه. حنسوي اليوم مع بعض قطايف بالتفاح مخبوزة طريقة صحية. حنبدأ نسويها مع بعض. عندنا القطايف، وعندنا هنا التفاح والقرفة والفستق، وعندنا العسل والسكر البني، وعندنا الزبدة. أول حاجة حنبدأ نسويها، حنحط شوية من الزبدة، وحنبدأ التفاح نقشره عشان حنحشي احنا القطايف بالتفاح بعد ما نحطها على النار. طبعا احنا بدل الشيرة حنستخدم العسل، وبدل السكر الأبيض حنستخدم السكر البني. هنقطع التفاح صغار صغار. طبعا احنا حطينا الزبدة وشوحناها، تعتبر مرة صحية، أخذت لونها وأخذت القوام اللي احنا نبغاه اللي هو التفاح مرة طري. دحين حنبدأ نحشيها، حنحط هادي شوية
ده من الزبدة، وهنحطها على درجة 160 لما يتحمر الوجه. هنحطها لمدة 10 دقائق. صارت جاهزة عندنا. طبعا احنا قلنا ما حنستخدم الشيرة، حنستخدم العسل عشان هذا حلى صحي. حيكون العسل حيدينا درجة الحالة اللي احنا نبغاها. كده صار طبقنا جاهز وبالعافية. في نهاية الحلقة يسعدنا أن نكون قدمنا لكم وجبات صحية ومميزة مع برنامج سعودي شيف.